السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. ومعاكم النهاردة برضو هنعمل حاجة حلوة كده، صينية كيكة بسيطة. كيكة النوتيلا. يعني سهلة وبسيطة جدا ان شاء الله، كده تتعمل معاكم بسرعة. دي كده المقادير بتاعة الكيكة. احنا هنعمل دلوقتي طبقة الأولى اللي هي الكيكة. معانا نص كوباية لبن وكوباية دقيق وربع كوباية من الكاكاو الخام ونص كوباية سكر، ومعايا ربع كوباية زيت أو زيت معلقة كده كبيرة، ومعايا معلقة بيكنج باودر صغيرة ونص معلقة بيكنج صودا ورشة ملح، ومعايا نص كوباية من الزبادي. الكيكة بتاعتنا 3 طبقات ان شاء الله. دي الطبقة الاولى هنعملها الكيكة اولا. هنحط بقى المقادير بتاعتنا ببولة كده. هنحط الزيت اولا، ونحط نص كوباية السكر، وهنحط نص كوباية الزبادي. هي عبارة عن تقريبا كده معلقتين زبادي كبار. نحط كده التلاتة كده مع بعض. هندوبهم الأول بالمضرب اليدوي كده، ندوبهم كده مع بعض لغاية ما يندمجوا ومع بعض ويتجانسوا. هنحط ربع كوباية الكاكاو، هننخلها. طبعا لأن الكاكاو بيبقى فيه شوية تكتلات كده ساعات، فننخلها أفضل. ننزلها كده في المصفى، ندوبهم برضو كده مع المقادير اللي حطيناها في الأول. هنحط طبعا كوباية الدقيق برضو ننخلها، ومعاها البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح، رشة الملح. ننخلهم برضو كده مع بعض، برضو واحدة واحدة كده ندوب كل حاجة كده مع بعضها. ونحط نص كوباية اللبن شوية شوية. بس دي كده مقادير الكيكة بتاعتنا، ولا بيض ولا حاجة تانية. نص كوباية اللبن. لو ما كفتش وحسيتي ان لسه الكيكة تقيلة شوية معاكي، ممكن تزودي كمان معلقتين لبن. انا معايا كفة النص كوباية هو كانت تمام. بس كده دي مقادير الكيكة بتاعتنا، سهلة وبسيطة جدا. ندوبها كويس قوي، نخلطهم كده تمام. اهو هنجيب صينية مقاس 20 وندهنها كده برشة زيت او مسحة سمنة بسيطة. وهنحط الكيكة بتاعتنا، ننزلها كده كويس كلها. الكيكة بتاعتنا من غير بيض وطلعة جميلة وخفيفة. ننزل بس كل الكمية بتاعتنا كده تمام. نخبط بس الصينية بتاعتنا شوية كده لغاية ما الفقاعات الهواء كده تخرج منها. ونكون مسخنين الفرن على درجة 180 أو يقل حاجة بسيطة، ونحطها في الرف الوسطاني لمدة تلت ساعة أو نص ساعة ل5 دقايق، ونخرجها. وطبعا نعمل لها اختبار الخلة كده من النص، تطلع معانا نظيفة، يبقى هي كده تمام استوت. هي وشها بس كده مدي لمعان شوية من الزيت. هنعمل بقى الطبقة الوسطانية بتاعتنا اللي هي البودنج أو المهلبية بتاعتنا. هنجيب 3 كوبايات من الحليب ونص كوباية سكر، ومعانا برضو 3 معالق من الدقيق و3 معالق نشا. ثلاث معالق نشا. هندوبهم كويس قوي مع بعض كده على البارد قبل ما نحطها على النار. وهنحط كمان كمية مناسبة من الفانيليا، سواء كانت فانيليا بودر او فانيليا سايلة، اللي بتحبي تستخدميه يعني، او المتوفر عندك وقتها. ندوبهم كده كويس قوي ونحطهم بقى على النار لغاية ما المهلبية بتاعتنا تتماسك.
تمام. وبعد كده هنفضيها على الكيكاية بتاعتنا تبرد كده. هنسويها ونسيبها بقى على جنب تبرد لغاية ما نعمل الطبقة التالتة بتاعتنا. هنعمل طبقة الكريم شانتيه. هنجيب ظرف واحد من الكريم شانتيه ونص كوباية سكر، وبعمله انا بميه متلجه. بنجيب كده مكعبات التلج ونحطهم في كوبايه لغايه ما يدوبوا. وطبعا قبل ما يبردوا هما لسه ساقعين قوي، نبتدي نضرب بيهم الكريم شانتيه بتاعنا. هنحطها شويه شويه ونضرب، نستمر كده في الضرب بالمضرب. لو استخدمتي كريم شانتيه خام تضطري تزودي السكر شوية، لأن الظرف اللي بنشتريه مقفول بيبقى فيه سكر، عشان كده أنا حاطة نص كوباية بس. هنضربهم كويس قوي لغاية ما القوام يتماسك كويس. طبعا احنا عارفين قوام الكريم الشانتيه لما بيتماسك بيبقى شكله ايه. كده ضربناه كويس قوي وتقل معانا. اهو كده بيعمل معانا المنقار اهو تمام. هنفضي بقى الكريم شانتيه ده الطبقة التالتة طبعا على طبقتين الكيكة اللي عملناها. هنسويه بقى كويس قوي، وهنحطها ان شاء الله كده في التلاجة نص ساعة تتماسك، والكريم شانتيه كده يمسك نفسه عقبال ما. ايوه هندوب بقى 3 معالق كبار كده من النوتيلا. هندفيهم بس بسيط، ونكون احنا حطينا الكيكة في التلاجة نص ساعة تجمد، لان طبعا النوتيلا بتبقى دافية بتحرك معنا الكريم شانتيه وبتبينه، عشان بتبقى دافية طبعا بتدوبه معاها. انا حسيت اني محتاجة كمان معلقة من النوتيلا، زودت يعني انا كده حاطة 4 معالق كبار من النوتيلا. تمام كده. هحطها برضو في التلاجة تتماسك شوية، وبعد كده هنقطعها. هتحطي عليها بقى قطع شوكولاتة مكعبات، او تبشري شوكولاتة، او اي فرماسيل تزويق كده. او ممكن تتاكل عادي كده، يعني مش لازم تحطي عليها اي حاجة. وهنقطعها بقى التقطيع اللي تعجبك، على 2 على 3 زي ما تحبي. طبعا هي كانت في التلاجة، وعقبال ما خرجتها الجو حر جدا. عقبال ما حضرت الكاميرا وحضرت الشوكولاتة البشر بتاعها، كانت ساحت شوية، فتبان معانا في التقطيع كده، بس مش مشكلة، هي كده جميلة جدا وطعمها رائع. طعم كده جميل كده ياخدك عالم تاني يعني وانتي بتاكليها كده. بألف هنا وشفا إن شاء الله تعملوها. هي مقاديرها ممكن تكون كتيرة شوية، بس سهلة وبسيطة قوي، والمقادير مش كتيرة في الكمية، كتيرة بس في العدد. زي ما انتوا شايفينها كده طالعة معانا سايحة دايبة جميلة جدا يعني. والكيكة بتاعتها الطبقة الأولانية من الكيكة طالعة رائعة من غير بيض. زي ما انتوا شايفينها كده ما شاء الله اهي، والثلاث طبقات ودايبة دوب كده، وتدوب معاكي كده في البق وانتي بتاكليها. وألف هنا وشفا، ومطرح ما يسري يمري إن شاء الله. طبعا ممكن تعملوها بالنوتيلا الاقتصادية اللي احنا عملناها كتير برضو هنا على القناة. هسيب لكم الرابط في قلب صندوق الوصف. ان شاء الله كده يكون الفيديو عجبكم، والكيكاية الجميلة بتاعتنا دي تكون عجبتكم، ورب كده تعملوها ان شاء الله على خير والف هنا وشفا وربنا يحسن كل حاجة كده بين ايديكم ان شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.